انا محمد موسى احمد عبد الله، اللقب كسرى. والله الان احنا في الولايات غرب كردفان من الوضع تمام جدا جدا مرتاحين، والوضع كان يعني جينا هابه كده بس نهبوا السوق، والان الوضع استقر، والاداره الاهليه قامت بكل الواجبات وكل الاحوال الامنيه، والان البلد امنه تماما، ما في اي حاجه. ولا نحن جانا استقرينا ورجعنا شغالين، ما في اي حاجه. وثاني ان شاء الله يزول يرجع لمحله ويرجع يفتح السوق، والسوق يشتغل زي ما كان زمان. أنا الشيخ جبارة الله جار النبي حامد. يا أخواننا الناس ترجع، البلد أصبحت آمنة والوضع تحت السيطرة، وناس المجرمين دول جو عملوا وفاتوا. الآن البلد آمنة جدا، ما في دول يخاف، ما في أي حاجة. أي دول يا جماعة، أي تاجر، أي مواطن، أي دول عايز يستثمر يجي، ما في خوف. بعدها الأمور ما حتبقى زي ما زمان، الأمور حتصلح إن شاء الله، والوضع هادي وآمن جدا يا جماعة. أي حاجة تعود لمكانها، ما في حاجة إن شاء الله، وأبشروا بالخير بإذن الله تعالى. أنا مسينة عبد الله منصورة، بنتكلم عن الوضع الحصل الفات. أن إحنا الحمد لله رجعنا في أمان، والحمد لله السوق فاتح وشغالين في أمن وأمان. نتمنى التوفيق، ناس الإدارة الأهلية قاموا لنا بالواجب واطمأنينا وشغالين في أمن وأمان، ما في أي حاجة، والأمن يستغر زي ما زمان. نتمنى التأمين أكتر وأكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن محمد علي جمعة، محطة كهرباء الفولة. الآن الفولة بوضعها تمام مؤمن، والحمد لله الوضع مستقر تماما، ونتمنى مزيد من الأمن والتقدم. الكهرباء حماية من المواطنين، اتحمت من المواطنين، حموها حماية تامة وما فيش. أن الاسم فضل الله ولاية فضل الله من ولاية غرب كردفان. الحمد لله السوق شغال في أمانة الله، ما في أي حاجة، رجع كالعادة، ما عندنا أي حاجة، شغالين بالعادة والوضع هادي، ما في أي حاجة.